السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. فيديو النهارده هيكون فيديو مختلف نوعا ما عن المراجعات العادية، لان في الفيديو ده تحديدا هاخدكم في ثقافات مختلفة ب10 دول مختلفة، والدول دي بكل تأكيد هي دول عربية. هنعيش تجارب الدول دي من خلال السينما، فيلا بينا نخش في الموضوع. فيلمنا الاول في القائمة هو فيلم الرحلة من العراق. فيلم الرحلة هو فيلم درامي بيحاكي واقع مدينة بغداد وقت حرب العراق، فبنشوف وجهة نظر مواطنة عراقية خلال رحلة انتحارية من وجهة نظرها وقتها إنها فدائية بتضحي بروحها علشان تنتقم من الجيش الأمريكي وقتها، وتنتقم أيضا من الشعب العراقي المتعايش مع الوضع من وجهة نظرها المتطرفة إنهم ما يستحقوش الحياة أصلا، وحياتهم مليانة بالذنوب والمعاصي. والأفكار دي ما هياش أفكارها بكل تأكيد، لأن الأفكار دي تم زرعها عن طريق الشيخة بتاعتها، وفهمتها ان مفيش اعظم من انها تستشهد وتتخلص من الامريكان وتوقف ذنوب الشعب، لا مزيد من الذنوب بعد اليوم. ولكن سارة في خلال رحلتها وتعايشها مع الشعب العراقي في محطة قطار بتختلط بالشعب اكتر، وتبدأ تشوف معاناتهم في كسب الرزق ومعاناتهم من الاحتلال، وان مفيش حلول في ايديهم غير ان هم يتعايشوا. بكل تأكيد نظرتها عن الفدائية ما بتتغيرش ببساطة، ولكنها بتمر بمواقف كتير جدا بتختبر انسانيتها اولا، وبتتحط في اختبارات كتير جدا بتثبت لها ان مش هو ده الحل، وان اللي في دماغها ده ملوش معنى اخر غير كونه جريمة بشعة هتتسبب في قتل مدنيين ونساء واطفال ورجال ملهمش اي ذنب في الدنيا. فتبدأ تتغير افكارها عن كونها فدائية هتخلص العالم من الذنوب. فيلم الرحلة هو فيلم جميل جدا على مستوى الفكرة والكتابة، ولكنه مش افضل حاجة في التنفيذ كأداء تمثيلي، ولكن على مستوى الصورة والسينماتوجرافي شفنا شغل محترم جدا، خصوصا في حركة الكاميرا بين القطارات. فيلم الرحلة من بطولة زهراء غندور في دور سارة، وأمير علي جبرة في دور سلام، ومن إخراج محمد الدراوي. تاني فيلم معانا جاي من فلسطين الحبيبة، وهو فيلم 200 متر. فيلم 200 متر بيتكلم عن عائلة فلسطينية بتعاني من الاحتلال الصهيوني، وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي أصبحت فلسطين كلها بتعاني من الاحتلال الصهيوني. فمن هنا بفكركم دايما بالدعاء لإخواتنا وأهلنا وحبايبنا في فلسطين الحبيبة، ونتمنى أن نراهم في أفضل حال دائما، ويفك عنهم الكرب وتزول عنهم الشدة والمحنة في أقرب وقت، وأن ينصرهم الله نصرا عظيما قريبا إن شاء الله. نرجع لأحداث 200 متر. مع صعوبة الأوضاع خلال الاحتلال الصهيوني بتضطر الأم لأسرة ما إنها توافق إنها تعيش في الجانب الإسرائيلي بهوية إسرائيلية، ورفض الأب للجنسية الإسرائيلية بالرغم من سهولة حصوله عليها وبالرغم من صعوبة الحياة بما فيها من معاناة. ولكن بيعيش كل واحد منهم على جانب يفصل ما بينهم جدار عازل بمسافة 200 متر فقط، وبالرغم من ان المسافة هي فقط 200 متر، ولكن تتقلب احداث الفيلم كله لما يعرف الاب ان ابنه عمل حادثة سيارة وتم حجزه في المستشفى. فبنخش في صراعات العبور وصعوبة دخوله للجانب الاسرائيلي على الرغم من قرب المسافة، ولكن ممنوع الدخول الا في حالات معينة. فبيحاول كل المحاولات الممكنة، ولكن كل المحاولات تصبح محاولات فاشلة، فيضطر انه يدخل للجانب الاسرائيلي تهريب. فيبدأ المخرج يسلط الضوء على شخصيات تانية ويدخلك في قصص مختلفة بأغراض مختلفة، ولكن كل الملحمة اللي بتحصل هنا سببها واحد فقط، وهو الاحتلال الصهيوني اللي سبب معاناة كاملة لكافة الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني للأسف ما قدموش حل تاني غير انه يتأقلم ويتعايش او يستسلم ويموت، يموت من الجوع والفقر والمرض. ولكن بالرغم من قسوة الظروف واضطرار الشعب الفلسطيني للتعايش والتأقلم، فداخليا جواهم حالة من حالات الرفض الدائم للأوضاع اللي عايشينها. جوا كل مواطن فلسطيني قناعة تامة بأن الأرض دي أرضهم، وما عندوش مشكلة أنه يموت حتى لو هيموت من الفقر ومن الجوع، مش هيقولك هيموت وهو بيحارب. وده بسبب سيطرة المحتلين على مصادر رزقهم، ولكنهم ما عندهمش أي مشكلة أنهم يموتوا. مفيش مشكلة في الموت، ولكن أموت على أرضي. سهل جدا الخضوع للاحتلال، وسهل جدا التهجير بالنسبة للفلسطينيين، ودي أجمل حاجة شفتها في الفيلم على فكرة. فكرة توضيح أن الشعب الفلسطيني بشر، هتلاقي منهم ناس خضعت للتهجير وناس خضعت للاحتلال، ولكنهم قلة قليلة جدا من الشعب الفلسطيني. صعوبة الظروف هي اللي أجبرتهم على ده، مش هم اللي اختاروا ده بنفسهم. فيلم 200 متر فيلم مؤلم بشكل مش طبيعي، ومليان صراعات ملحمية اتجسدت بأداء تمثيلي حقيقي وواقعي جدا. التمثيل هنا كان ملموس بشكل مش طبيعي. 200 متر هيفاجئك على مستوى حبكة الفيلم، لأنه مش مجرد فيلم بيحكي عن معاناة شعب، ولكنه فيه تميز كبير جدا من ناحية الكتابة بسرد أكتر من موضوع وربطهم كلهم بقضية واحدة. ده غير ان الفيلم فيه كوميديا مواقف حيوية
قوية جدا وفعالة بشكل مش طبيعي بالرغم من مأساوية الأحداث نفسها، وكتابة الشخصيات متقنة لدرجة كبيرة جدا وتم تجسيدها بشكل عبقري هيخليك تتعلق بالشخصيات نفسها. أما من ناحية السينماتوجرافي فبكل تأكيد كل كادر في الفيلم قدر يعبر عن الحالة اللي المخرج عايز يوصلها، وما كانش فيه مشاكل تقنية كبيرة تتعلق بالتصوير، بل بالعكس كان واضح جدا ان الموضوع ماشي بسلاسة ونعومة، وتوافق الكادرات دي مع كل موقف وحركة الممثلين كانت متوافقة جدا مع التصوير بشكل كبير، لدرجة انك هتحس ان التصوير كان سهل جدا على الصناع، ولكن طبعا في مجهود جبار تم بذله علشان يطلع لك الموضوع بالسلاسة دي. 200 متر اخد جوائز كتيرة جدا، منهم افضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم فابرسي لافضل فيلم عربي، وجائزة نجمة الجونة لافضل ممثل عربي. 200 متر من بطولة علي سليمان في دور مصطفى، ولانا زرق في دور سلوى، وانا انتر برجر في دور ان، ومن اخراج امين نايفة. ثالث فيلم معانا في القائمة جاي لنا من اليمن السعيد، وهو فيلم يوم جديد في صنعاء القديمة. يوم جديد في صنعاء القديمة هو اول فيلم يمني روائي طويل من اخراج مخرج يمني بريطاني اسمه بدر ابن حرسي، وانتاج شركة يمن ميديا سنتر وشركة فليكسي فيلم انترتينمنت. يوم جديد في صنعاء القديمة بيحكي عن تفاصيل يوم لمصور إيطالي اسمه فريدريكو في مدينة صنعاء القديمة، ومن خلال تفاصيل يومه بنخش في حياة أهل اليمن في مدينة صنعاء القديمة من عادات وتقاليد وتشريح طبقي للمجتمع اليمني، وبنتعرف على المساعد الخاص بيه وهو طارق، وبنخش في حياة طارق نفسه، ومن خلالها بيطرح المخرج هنا قضايا مختلفة. فهنلاقي المخرج بيعمل إسقاط بداية من تشخيص البطولة في إنسان غربي، فمن خلال ده بنشوف تعلق الغرب أو الأجانب بشكل عام باليمن، لأن في حقيقة الأمر اليمن من الدول اللي ليها سحر خاص بيها ما تعرفش هو إيه بالظبط، وده تم توضيحه في جمال وبساطة الشعب اليمني، وكمان في التحف المعمارية اللي موجودة على أرض اليمن، والطبيعة الخلابة في اليمن اللي زي ما وجدت على أرض اليمن وهي زي ما هي بدون تدخل الإنسان في تزيينها، فهي طبيعة جميلة كما أنزلت، خصوصا جمال المعمار في صنعاء القديمة، ودي بكل تأكيد فيها تدخل بشري، ولكن ده بينعكس على رقي الذوق اليمني في إنشاء حضارتهم. وفي نفس الوقت هتلاقي المخرج بيشرح لك المجتمع اليمني بكل طبقات المجتمع، وبيطرح لك قضايا أخرى منهم الطبقية والتفرقة والعنصرية، وأيضا بيطرح لك مشاكل الأسرة في طبقة الأثرياء ومدى تفكك الأسري وعنصريتهم. كل القضايا دي بنشوفها على خطوط زمنية متزنة، وكمان بيتم طرح قصة حب متدرجة طبقيا بكل تفاصيلها وعواقبها. فعلى مستوى القصة والكتابة الموضوع كان متزن ومتماسك بشكل جيد جدا، ومن ناحية التمثيل فالموضوع الحقيقة هيتفوق على توقعات أي حد مدرك بأن اليمن للأسف الشديد مفتقرة للسينما والعناصر التمثيلية بشكل كبير، وده بسبب قلة الإنتاج السينمائي. وبالرغم من أن الموضوع أخذ معاهم وقت لتدريب الممثلين على الشخصيات نفسها، ولكن النتائج كانت مرضية جدا، وجسدوا الواقع اليمني بأداء تمثيلي يستحق كل الاحترام والتقدير. حبيت جدا تجسيد كل حالة على حدة، سواء كان درامي أو رومانسي أو حتى كوميدي، لأن الكوميديا هنا كانت فعالة بشكل مش طبيعي. حبيت الكوميديا هنا بكل تأكيد، مع العلم أن الممثلين اللي جسدوا الجانب الكوميدي هنا كانوا على طبيعتهم جدا وتلقائيين، وده أنجح عنصر يقدر يعدي الكوميديا في فيلمك بشكل مش طبيعي، أن الكوميديا تكون تلقائية. يوم جديد في صنعاء القديمة هيديلك شعور بالانبساط، وهيرسم على وشك ابتسامة مش هتفرقك لفترة كبيرة جدا بعد انتهاء الفيلم. وكمان فيلمنا هنا مميز على جانب التصوير بشكل كبير جدا، شفنا فيه سينماتوجرافي مميز قدر يوضح جمال صنعاء القديمة بكل ما فيها من مظاهر جمال، وحركة الكاميرا هنا كانت مسنكة جدا مع كل مشهد بشكل مش طبيعي. يوم جديد في صنعاء القديمة حصل على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأفضل فيلم عربي سنة 2005، وجائزة جمهور واشنطن، وجائزة الخنجر الذهبي. وعارف ان يوم جديد في صنعاء القديمة يعتبر فيلم قديم، وفي افلام جيدة يمنية انتجت بعد الفيلم ده، منهم فيلم 10 ايام قبل الزفة، ولكن ما حبيتش ان القائمة كلها تكون سوداوية، ده غير ان يوم جديد في صنعاء القديمة مميز اكتر من 10 ايام قبل الزفة من ناحية البرودكشن ديزاين بكل تأكيد، نظرا لان انتاج فيلم يوم جديد في صنعاء القديمة انتاج اجنبي ولكنه مصنف فيلم يمني، فانا ماليش دعوة. وكمان القصة هنا اقوى من 10 ايام قبل الزفة لانها تشمل كذا قضية، ولكن ده مش تقليل اطلاقا لفيلم 10 ايام قبل الزفة، لان الفيلم ده واقعي اكتر وملموس اكتر واقرب لقلبي بالمناسبة، وارشحه بشدة في حالة لو عايز تشوف
يشوف لك حاجه تعكنن عليك، وده من شطاره المخرج انه عرف يعكنن عليك. عموما انا لي قاعده مع 10 ايام قبل الزفه هنتكلم عن الفيلم ده براحتنا وبشكل يعني اوبن ديسكشن. ومن الدنيا ونظرا لغزاره الانتاج في السينما المصريه وصعوبه اختيار فيلم يمثل افضل افلام السينما المصريه في القائمه دي، فقررت اني اختار افضل فيلم مصري في اخر 20 سنه، الفيلم اللي بسببه خلاني اعشق السينما وصناعتها وكل حاجه تتعلق بيها حتى الفشار. فلو انت لسه بتتفرج عليه لغايه دلوقتي جيب فشارك وما تنساش تعمل لايك دلوقتي للفيديو، دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو، لان طالما وصلت لغايه هنا اكيد الفيديو عجبك يا صاحبي. ويلا بينا نكمل الموضوع. فشار جامد انا اللي عامله على فكره. فيلم اسف على الازعاج اثر فيا شخصيا، حولني من انسان متفرج عادي شايف ان السينما هي وسيله للتسليه والترفيه لانسان ادرك ان السينما تحمل مفاهيم اعمق واقوى من كده بكتير، وان السينما عمرها ما كانت ماده خام للتسليه. مع احترامي لكل الاعمال المصريه في الفتره اللي فاتت، ولكن اسف على الازعاج، اسف على الازعاج غير مفاهيم كتير جدا في حياتي ودخلني جوه اعظم عالم في الدنيا وهو عالم حب السينما. ومن هنا احب اوجه سؤال لرئيس الجمهوريه واقول له هي ليه الناس بطلت تضحك يا ريس؟ فيلم اسف على الازعاج بيتكلم عن مهندس طيران اسمه حسن شاب مصري ذكي جدا عنده فكرة مشروع استثنائي هتوفر ملايين للدولة، ولكن اثناء شغله على المشروع ده بيصاب بالاكتئاب ويجيله حالة فصام، وهي خلق شخصيات خيالية في عقله والتعامل معاهم بشكل طبيعي، والاشخاص دول والده والبنت اللي كان نفسه يحبها، لان حسن كان يفتقد لانسانة في حياته الحقيقة يحبها وتحبه، فخلق شخصية فريدة في عقله. ده للوهلة الأولى اللي هتفتكر إن الفيلم بيتكلم عنها، ولكن فيلم آسف على الإزعاج بيحمل معاني أكبر من كده بكتير. فإذا كان فيلم ذا شاوشانك ريدمشن من أعظم الأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية اللي اتكلمت عن الحرية، ففيلم آسف على الإزعاج من أفضل وأعظم الأفلام العربية اللي اتكلمت عن الحرية. بالظبط كده، الفيلم بيتكلم عن الحرية. آسف على الإزعاج مش مجرد فيلم بيتكلم عن إنسان مصاب بسكيزوفرينيا وبيعمل إسقاط على العلاقات الأسرية والعاطفية وعلاقة مريض الفصام بزمايله في الشغل. آسف على الإزعاج بيتكلم عن الحرية بكل تفاصيلها، وإذا كان حسن خلق الشخصيات دي في عقله فهو خلقهم علشان يتعامل معاهم بكامل حريته، لأن الناس الواقعيين في حياته كانوا دايما بيقيدوه، منهم أمه اللي منعته من الطيران وركوب الموتوسيكل، ومن الجانب الآخر إن أبوه وحبيبته اللي هم مش موجودين أصلا معاه في العالم الحقيقي كانوا هم دايما بيشجعوه على الحرية وإن التلجاية تقعد في الشمس. آسف على الإزعاج من أفضل وأعمق الأفلام المصرية في آخر 20 سنة بكل تأكيد، فهو يتحدث عن الحب والحرية والسياسة ويكشف لنا المجتمع المصري على حقيقته في صورة من أمتع ما يكون، بأداء تمثيلي عبقري من أحمد حلمي ومنة شلبي ودلال عبد العزيز ومحمود حميدة ومحمد شرف وكل شخص في العمل، حتى لو نطق بجملة واحدة بس داخل الفيلم، لأن حقيقي كل جملة داخل الفيلم ده مؤثرة وتحمل معاني كبيرة جدا أكبر من كونها مجرد كلمة. فيلم آسف على الإزعاج إنتاج سنة 2008 ومن إخراج الحبيب خالد مرعي، وبالمناسبة هو اللي أخرج فيلم عسل أسود. وعشان ما أطولش عليكم في فيلم آسف على الإزعاج لأني لو فضلت أتكلم عنه فالكلام عليه كتير جدا، ومن هنا أرشح لكم واحد من أفضل تحليلات الفيلم لعمر أبو المجد هيعرفك حاجات ما كنتش تعرفها عن فيلم آسف على الإزعاج في فيديو بعنوان لماذا أزعجنا الرئيس. لماذا أزعجنا الرئيس؟ هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيب لكم لينك الفيلم نفسه في الديسكريبشن بوكس لانه متاح اصلا على يوتيوب للمشاهده، تقدر تشوفه بكل بساطه. خامس فيلم معانا في القائمه جاي لنا من المملكه العربيه السعوديه وهو فيلم شمس المعارف. شمس المعارف من افضل افلام السينما السعوديه بكل تاكيد، وفيلمنا بتدور احداثه سنه 2010، السنه اللي كانت السعوديه فيها من انشط الدول بانتاج المحتوى على يوتيوب. فبنشوف طالب ثانوي بيرتبط بعالم صناعه المحتوى على يوتيوب وهو حسام هو ومجموعه من صحابه معا وابراهيم ومدرس الفيزياء عرابي بيقرروا ينتجوا فيلم رعب باسم شمس المعارف بدون بادجت لإنتاج الفيلم. كل اللي يملكوه كاميرا وشغفهم نحو صناعة الأفلام، مع العلم أن حسام وأصحابه في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية وهي سنة تحديد المصير، فهتلاقي نفسك قدام عمل بيناقش رسالة من أهم الرسائل اللي في التربية، وهي تحديد مصير أولادك بناء على الحياة التقليدية بتحصيل أعلى درجات في الثانوية علشان هي اللي هتحدد مصيرك في المجتمع وهتدي لك مكانتك الاجتماعية، غير عن كده فأنت هتكون مهمش ليس لك قيمة على الإطلاق.
يا اما هتشتغل حارس امن او موظف كاشير. وربط الثانويه العامه بانها هي الحاجه الوحيده اللي لو فشلت فيها فاصبحت حياتك كلها بلا معنى. على الجانب الاخر ان الاولاد دول مش مهتمين اصلا بدراسه مواد غير مفيده ليهم في الحياه، طز في الرياضيات وكل العلوم. فكره ان مجموعك التحصيلي هو اللي يتحكم في مصيرك نظرا لانهم شغوفين اصلا بصناعه الفيديوهات والسينما وقادرين على بذل مجهود مش طبيعي وتكريس وقتهم كله لصناعه الفيديوهات، فمهما كان مجموعهم التحصيلي عالي يأهلهم بدراسه الهندسه او الطب او خلافه، فهم اصلا غير مهتمين بدراسه المجالات دي، ولقيوا حبهم وشغفهم في صناعه السينما بدون ما يتحكم التحصيلي حقهم في تحديد مصيرهم في الحياه ومستقبلهم. شمس المعارف عرف يناقش الموضوع ده بشكل عبقري بدون صرف فلوس كتير على انتاج الفيلم وعدم الاهتمام بالقصه، وده يثبت لك ان القصه ورساله الفيلم اهم بكتير جدا من البرودكشن ديزاين. بدون وجود قصه قويه تقدر تحكيها، انتاج فيلم شمس المعارف بسيط جدا نظرا للتركيز على انتاج الفيلم نفسه داخل الفيلم، وهم في الاساس ما عندهمش بادجت يعملوا بيها فيلمهم، والمحرك الاول والاخير ليهم هو الشغف، مع ظهور التقلبات العائليه وتدخلات الاباء بشكل مبالغ فيه لتحديد مصير اولادهم. فعلى مستوى التمثيل حبيت جدا بكل تاكيد اداء براء عالم في تقديم شخصيه حسام، وعلى مستوى الاخراج ففارس جدس قدم مزج عبقري ما بين انتاج فيلم شمس المعارف داخل الفيلم والمحافظه على توازن فيلم شمس المعارف نفسه لحكي قصه مجموعه من الشباب بانتاج فيلم شمس المعارف. من الاخر كده ده كان افضل عمل سعودي شفته في حياتي. الفيلم رقم 6 معانا في القائمه دي جاي لنا من لبنان، وهو فيلم كفر ناحوم. كفر ناحوم هو فيلم لبناني بيتكلم عن طفل اسمه زين عنده 12 سنه. زين هي قضية كل طفل لبناني بيعاني من البقاء على قيد الحياة في مدينة بيروت، ملوش ذنب في أي حاجة بتحصل حواليه، ملوش ذنب إن اتولد في بيئة غير مؤهلة للحياة أصلا. ومش بس زين هنا بتتحط فوق أكتافه مسؤوليات مش بتاعته، المفروض ان ابوه وامه هم اللي مسؤولين لحماية اولادهم عموما سواء زين او اخته لغاية ما يوصلوا للسن القانوني على الاقل لتحمل مسؤولية نفسهم. فلما يلاقي زين اخته الصغيرة اللي هي بتمثل لزين الحياة كلها ان ابوه وامه عايزين يجوزوها لفحل اكبر من عمرها بكتير جدا وهي اصلا لسه ما وصلتش للسن القانوني للجواز، فبيتولى زين مسؤولية الدفاع عن اخته وبيخش في صدام قاسي مع اهله، فبيرفع عليهم قضية بتهمة انهم خلفوه وجابوه لتلك الحياة القاسية وانهم ملهمش الحق انهم يخلفوا وهم مش قادرين انهم يوفروا الامان لاولادهم. فمع تصاعد الاحداث بيرتكب زين جريمة قتل، فتاخدك نادين لبكي هنا في جو من المعاناة والبؤس الواقعي اللبناني القاسي جدا لقضية من اهم القضايا في الدنيا وهي حقوق الاطفال واللجوء، وهتلاقي فيه تجسيد للواقع اللبناني بشكل من اقصى ما يكون، مع اداء تمثيلي مش هقدر اوصفه غير بانها كانت بتوثق احداث حقيقية بكاميرتها، والممثلين هنا ما يعرفوش ان في كاميرا بتصورهم. مشاعر من اصدق ما يكون والتصوير من اجمل ما يكون برؤية اخراجية للعمل وصلت كل المأساة التي يعاني منها الاطفال واللاجئين في لبنان، لدرجة انك هتعيط بس من مشاهدتك لاعلان الفيلم، فما بالك بالفيلم نفسه. فيلم كفر نحوم اترشح وقتها لاوسكار افضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية لسنة 2018، وكمان اتعرض في مهرجان قن السينمائي سنة 2018 وتم اختياره للمنافسة على السعفة الذهبية وفاز بجائزة لجنة التحكيم. فبكل تأكيد فيلم كفر النحوم هو من أفضل الأفلام اللبنانية وأنصحكم بمشاهدته حتى لو مرة واحدة على الأقل، وهو في الحقيقة أنت مش هيجيلك قلب أصلا تتفرج عليه أكتر من مرة. وفي رقم 7 معانا فيلم من الأردن وهو فيلم إن شاء الله ولد. فيلم إن شاء الله ولد من إخراج أمجد الرشيد، وفيلمنا بيتكلم عن حقوق النساء في المجتمع العربي. لما تلاقي أم نفسها متحملة مسؤولية تربية بنتها بعد وفاة جوزها، ولكن مش هي دي القضية ومش هي دي المشكلة، ده شيء بيكون قضاء وقدر من الله. ولكن اللي مش طبيعي هنا انها تلاقي نفسها مهددة بالطرد من بيت جوزها لانها ما عندهاش ولد يرث البيت من ابوه، وتلاقي نفسها كمان مطالبة بتسديد دين جوزها اخوه اللي المفروض يكون سند ليها بعد وفاة زوجها، بيكون هو العبء الاكبر على نوال بمطالبته بالميراث من البيت
وتسديد ديون أخوه المتوفي ليه، وتهديدها ببيع البيت وكل ما يمتلكه من أشياء، وتقسيم الفلوس دي بما يطابق الشرع والقانون. فهي كمان بتلاقي الشرع والقانون ضدها لأنها ما عندهاش ولد. ده غير إنه بيناقش قضية تانية من فئة طبقية تانية، وهي فئة الأثرياء، متمثلة هنا في لورين، بإن لورين ما عندهاش حرية لممارسة الجنس إلا عن طريق الجواز، وإن جوزها متحرر ويقدر يمارس الجنس بأكتر من طريقة، ولكن المجتمع مش بيقف قصاده في عمل شيء زي كده لأنه راجل. وأنا هنا بقول المجتمع مش الشرع، فهتلاقي هنا تقبل مجتمعي لأخطاء الرجال في المجتمعات العربية وتجريم ده في حالة كون الفاعل أنثى. فلما تكتشف لورين بأنها حامل بتاخد قرار بأنها تسقط الجنين لأنها مش عايزة تخلف من شخص خاين للشرف زي جوزها، فبتلاقي نفسها بترتكب جريمة أخرى لا يمكن للمجتمع العربي ولا للدين مسامحتها عليه، فهتعيش في تعاسة دائمة. فيلم إن شاء الله ولد من أجمل التجارب السينمائية العربية اللي شفتها في 2023، جواه تشريح دقيق للمجتمع الطبقي في دولة الأردن، وبيسلط الضوء على قضية حقوق النساء في المجتمعات العربية. فهنعيش تجربة سينمائية ممتعة بأداء تمثيلي حقيقي وموجع وممتع في نفس ذات الوقت. وكمان تم ترشيح الفيلم ده للأوسكارز في القائمة الطويلة، وكنت أتمنى أنه يوصل للقائمة النهائية، ولكن تقريبا مش هيوصل لها، ولكنه يظل في نظري من أهم الأفلام العربية السنة دي. الفيلم الثامن معانا في القائمة جاي لنا من دولة السودان الشقيقة، وهو فيلم ستموت في العشرين. ستموت في العشرين قصته بتتكلم عن خرافة شائعة في قرية ما في السودان بأن أم بتخلف طفل وبيتنبأ للطفل ده أنه هيموت وهو عنده 20 سنة. أبو الولد مش بيستحمل اللعنة اللي هتصيب ابنه متزمل، فبيسيب البيت وبيسافر سيس قوي مش كده، وأمه متزمل هي اللي بتعيش مع ابنها واللعنة مسيطرة على تفكيرها. ولكن خلينا في متزمل نفسه لما يكبر ويعرف انه عليه لعنة الموت لما يكمل 20 سنة. فيا ترى هيقضي عمره لغاية ما يكمل 20 سنة ازاي؟ هل هيتعبد وهيقضي عمره في العبادة والصلاة وحفظ القرآن، ولا هيعيش حياته ويكتشف الحياة القصيرة جدا هيكون فيها ايه؟ يجرب كل ملذاتها من أكل وشرب وجنس ويكتشف نفسه. ده اللي هنعيشه في فيلم ستموت في العشرين. الفيلم بكل تأكيد للكبار فقط، وبيكسر قواعد كتير جدا، وبيناقش قضايا مثيرة للجدل بشكل كبير، ولكن ممتعة للمشاهدة. وفي حكي القصة بكل تأكيد العمل مشوق وممتع ومتنفذ بحرفية عالية، لدرجة انه ترشح في الأوسكارز في القائمة الطويلة وقتها. وعلى مستوى المتعة في الأداء التمثيلي بكل تأكيد الممثلين متقمصين الشخصيات بشكل ممتاز جدا، خصوصا مصطفى شحاتة اللي كان بيلعب شخصية متزمل، وبالمناسبة دي أول تجربة تمثيلية ليه. وطبعا محمود السراج اللي كان بيلعب شخصية سليمان، الراجل اللي كان بيفتح عيون متزمل على الحياة وبيدفعه بانه يستمتع بحياته، ولما يكمل 20 سنة يطلع لهم لسانه ويقول لهم طز فيكم كلكم. ستموت في العشرين تجربة سينمائية جميلة جدا، بيكسر فكرة الخرافات اللي ما زالت موجودة في بعض البلدان وما زالت الناس بتصدقها. فبكل تأكيد هتحب العمل ده بشكل كبير. وإخراجيا هنا فأمجد أبو العيلة بيحكي لك القصة بشكل متماسك جدا، وبيوضح لك تشتت الشخصية ومراعاة انه عنده غريزة شهوانية لتجربة كل ملذات الحياة، وبيدخلك كمان في مواضيع مثيرة للجدل تتعلق بالإيمان، مع الأخذ في الاعتبار اننا مؤمنين بالله عن غيب. فلما يكون إنسان مش هيعيش في حياته كلها غير 20 سنة، أكيد هيكون عنده شكوك تتعلق بالألوهية، ودرجة إيمانه بالجنة والنار هتكون دايما متذبذبة. فيفضل ليه هنا إنه يستمتع بما يمتلك ويفقد إيمانه بالغيبيات. من الآخر كده ستموت في العشرين فيلم جريء جدا، وحبيت جراءة المخرج لحكي القصة. وبما إننا بنتكلم عن الجراءة، في الفيلم اللي جاي معانا من إيران رقم 9 معانا فيلم من إيران، وهو فيلم عنكبوت مقدس، بيتكلم عن قضية محتاجة جراءة أيضا لحكيها. وفيلمنا بيحكي عن صحفية بتسلط الضوء على قضية مهمة جدا بأحداث مريبة بتحصل في مدينة مشهد الإيرانية، بحدوث جرائم قتل متكررة لعاهرات بيبيعوا أجسادهم مقابل الفلوس. والجرائم دي بتحصل عن طريق قاتل غامض بيلقب بقاتل العنكبوت، وبيدعي إنه بيطهر شوارع مدينة مشهد من العاهرات. فبنخش في تفاصيل حياة هذا القاتل، ومحاولة الصحفية في التعرف على القاتل ده، ومعاناة الصحفية نفسها لتكملتها في التحقيق في القضية، والمعاناة دي ناتجة بأنها أنثى. فبكل تأكيد هنا في إسقاط على حقوق النساء في المجتمع العربي. حتى العاهرات نفسهم ترصدهم للقتل ده دليل على ان خلفية المجتمع العربي غير عادلة. يعني يا سيدي خلينا نتفق مع القاتل بانه بيعمل شيء مقدس وعايز يتخلص من الخطيئة اللي بتحصل في المدينة، فليه هنا ما تمش تسليط الضوء
على الرجال اللي بترتكب الخطيئة دي وتم حصرها فقط في النساء. زائد ان القضية لما تتحول لقضية رأي عام هتلاقي ان الشعب الإيراني متعاطف جدا مع القاتل وبيعتبره بطل قومي، ومؤيدين جدا للجرائم اللي بيرتكبها باعتبارها شرف لتطهير المدينة. قصة مثيرة للجدل وحكيها ممتع وغير ممل، وفي توضيح وجراءة لسرد الأحداث بدون الخوف من المجتمع وردة فعله على القصة، وده يثبت لك ان الموضوع حقيقي وموجع لدرجة انك لو حكيت الحقيقة هتلاقي مهاجمات غير طبيعية، وده فقط لتسليط الضوء على جرائم الشعب ده وفتحهم بالحقائق. زي ما بيقولوا كده اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. تعالوا نتكلم على مستوى التمثيل في الفيلم ده. احنا هنا شفنا اداء تمثيلي محترم جدا، مع مراعاة ان اغلب الدول العربية لا تمتلك عناصر تمثيلية قوية عندها خبرة في التمثيل، فكون انك تشوف اداء تمثيلي بالقوة دي فبكل تأكيد نرفع القبعة لمخرج الفيلم علي عباسي انه قدر يطلع الاداء ده من طاقم العمل. عنكبوت مقدس اترشح لجوائز كتير جدا من المنافسة على السعفة الذهبية في مهرجان كان، وكسب كمان بالفعل السعفة الذهبية لأفضل أداء تمثيلي للممثلة زهراء أمير إبراهيم. الفيلم العاشر والأخير معانا هو آخر الرجال في حلب. آخر الرجال في حلب هو فيلم وثائقي بالمناسبة، بيتكلم عن التطورات السلمية لسنة 2011 اللي تحولت بالتدريج لصراع مسلح بعد ما اختار النظام انه يواجهه بالحل العسكري. ولكن لما سيطروا المعارضين المسلحين على جزء كبير من مدينة حلب استمر النظام في قصف المدنيين وكل حاجة في مدينة حلب، مستشفيات، مدارس، اي بنية تحتية اتفجرت بالبراميل المتفجرة وكل الاسلحة اللي كان بيمتلكها النظام وقتها. فهنشوف هنا توثيق لاحداث القصف على المدنيين في مدينة حلب بوجود مجموعة من المدنيين نفسهم بتكوين فرق تطوعية لمحاولة إنقاذ الناس من الخطر اللي بيحل عليهم ويحاولوا يخدموهم بأي شيء يقدروا يقدموه، فيأسسوا قوة مدنية بيسموها الدفاع المدني سنة 2013 واللي اتعرف بعدها بالخوذ البيضاء. آخر الرجال في حلب فيلم مؤلم جدا، هو مش فيلم الحقيقة، هو توثيق فعلي حي لما كان يحدث في مدينة حلب، لأن مفيش حوار هنا. المشاهد اللي بتشوفها أصلا مش محتاجة حوار يحكيها. منقول الفيلم هنا بصورة حلوة جدا وصلت كل أنواع الوجع اللي بيعانوا منها سكان مدينة حلب. آخر الرجال في حلب هو فيلم لازم يتشاف علشان نحس ببعضنا أكتر ونتوجع لوجعنا، بغض النظر سواء كانت الحروب دي نتيجة لمشاكل سياسية داخلية أو نتيجة احتلال، ولكن لازم الحروب والدماء دي تتوقف وتنتهي. الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه، لأن الوضع مشين وسيء جدا، وفي نفس الوقت ما ينفعش نغمي عينينا عن الحقيقة ونقول إننا ملناش دعوة وده خارج عن إيدينا. على الأقل نحس بوجع بعضنا ونتكلم عن قضايا بعضنا، لأننا في الأخير كلنا عرب، لازم نكون سند لبعضنا حتى على الأقل في مشاركة أوجاعنا. وبس كده، هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لأخواتنا وأهلنا في فلسطين، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.